السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا حبايب قلبي؟ يا رب بتكونوا في خير وأحسن حال يا رب. وحشتوني كتير 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 حبايب قلبي. مش محتاجة أقول لكم إن القناة بقالها كتير ما اشتغلتش. ف يعني فضلا وليس أمرا، كل اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك وكومنت وما ينساش الاشتراك في القناة. تسلمولي على راسي. تعالوا بقى نعمل حملة تنظيف النهاردة ونقلب الدنيا ونعمل معجون جامد جدا 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 جدا. هينسف لكم الدهون. هتقولوا لي زينة رمضان والكلام ده، بعدين بقى اقول لكم التفاصيل دي. تعالوا ننسف الدهون اللي في المكان كله. احسن معجون تعمليه احسن من اللهلوبة واحسن من حاجات كتير قوي. هينسف لك الدهون اللي في المطبخ كلها. طبعا احنا عارفين لحد علب التوابل مثلا بتمسكي علبة من هنا لهنا تبقى الدنيا بايظة معاكي في المطبخ. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الناصر الحق بالحق الفاتح لما أغلق. يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. بص حبيبة قلبي، ال ال المنتج ده روعة روعة بجد، حلو جدا. معلش الصورة مقلوبة بس عشان الكاميرا العكس. هحط لكم اسمه في آخر الفيديو. بس بصراحة ناسف الدهون، وانا اصلا كمان مش محتاجاه، ده بواقي عندي. لان انا هعمل لكم النهارده كمية منظفات حلوة جدا، وهعمل لكم كمان معطر للحمام عزكم الله. هعمل لكم حاجات حلوة جدا. صلوا على سيدنا النبي زي ما قلت لكم. وتعالوا نبتدي مع بعض الفيديو. المطبخ يضرب يقلب زي ما بيقولوا، هنظبطه. وهنعمل مع بعض غدا وهنعمل حاجة حلوة. نعمل حاجة تكاوية كده سريعة بس جميلة جدا بصراحة. وننضف بقى مع بعض أنا هقلب المطبخ خالص، وهقلب بقى على بالتوابل، وهظبط الدنيا كلها. الكنافة ايه بقى حاجة كده. ومعايا سلامي ومعايا حتة لحمة مفرومة كنت عاملاها كفتة كده فايضة بواقي. وهنظبط الدنيا يا سيدي بقى على العيش السوري بقى يا سيدي. وكايبة كايزر كمان. الليلة النهاردة هتبقى حلوة جدا. صلي على سيدنا النبي كده. وحطي لايك وانت بتتفرجي، عشان انا بجد محتاجة ان انت تعملي لي لايك كده وتفوقيني وتنعنشيني كده. وارجع اصور تاني وارجع ابقى موجودة معاكم. معايا صوصات بقى، معايا مايونيز، معايا كاتشب، معايا صويا صوص. ابدعي، ما عندكيش كاتشب شغال اعملي اللي انت عايزاه. ماشي. وعندي حتة فرخ بانيه كده صغيرة، هظبطها لكم بردك نشوف هنعمل بيها ايه. دي بقى حبة مخلل ترش كده. عسل 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 زيكم كده يا عسلات. هركنه على جنب كده واغطيه فضيته في العلبة. وهركنه على جنب كده. ويلا نبتدي مع بعض نشوف هنعمل ايه. عندي كام وحدة برجر، عندي بني. المهم انا عندي النهارده زي عزومة صغيرة كده. بس انا حلفت ان انا هاكلهم اكنهم بياكلوا من احلى محلات بره. بعد ما اخلص بقى عشان الدهون والكلام ده، هخش على طول بقى على ايه، على المعجون الخطير بتاعنا. بس انتوا اخباركم ايه وعاملين ايه؟ والله العظيم على فكرة صفحتي على اليوتيوب هنا وحشاني جدا. بص الكابوتشا بقى قصيتها كده وقطعتها عشان زي ما قلت لكم. انا هحسسهم ان هم بياكلوا في محلات بره. او حد يقول عليا ان انا بطول في الكلام. بعد كده هختصر لكم خالص عشان مبقاش ليا طولة بال اصلا. يا طرح البركة يا رب، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قطعت بقى شوية البطاطس صوابع كده هون. وكمان معانا شوية سلطة كده، قوطة وخيار. وادي كام صابع الكفتة اللي وريتهولكوا. صبعتهم ورميتهم على الكفتة في الفريزر في الفرن على طول. مش عايزة اطول عليكم. تعالوا نعمل احلى شاورما بقى مع بعضينا. بتوابلها كده مظبوطة حاجة كده. عسل 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 منكم. حتة الفراخ اللي وريتها لكم في أول الفيديو قطعتها شرايح شرايح صغننة كده. وهبتدي أنزل عليها بالتوابل. عندي هحط معلقة خل كبيرة. وعندي بابريكا، عندي بهارات فراخ. عندي فلفل أسود، عندي توم باودر، بصل باودر. وواحدة مرقة دجاج وسنة سيكة بسيطة كمون. بتدي طعم حلو وتست حلو قوي 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 للشاورما. وعندي هنا كوباية زبادي. هضربها كلها مع الشاورما بتاعتي. واقلب قلب قلب. وهحط كمان حوالي ربع كوبايه زيت مش ربع يعني. حاجه تقديريا كده منك. اللي هي تبقى سايله كده زي ما انت شايفه. بالله عليك يا عسلية حطي اللايك. وهاجي بقى عند طاسة اسخنها جامد وانزل بالشاورما بتاعتي دي. تعمل تش كده. وادي البطاطس بتاعتي بتتحمر. وفي طاسة تانية حطيت فيها معلقة سمنة او معلقة زيت. وبتاخدي كده الكايزر صدمة بسيطة مش اكتر. يلا احنا بعمل ده كله عشان التقيل جاي. هننضف المطبخ بقى هننسفه. بس صدقوني الفيديو ان شاء الله يبقى سريع كده عليكم.
هنا بص غطيت العيش كده يبقى مقرمش وجميل كده. عملت صوص بقى من بابريكيو على مايونيز على مستردة على كاتشب، حاجة كده جميلة جدا. والسندوتشات حطيت منها معلقة من تحت وعليها مثلا البرجر والخيار والكابوتشا والكلام ده كله، معلقة من الصوص وعليها بقى حبشي زي ما انت عايز. اول ما المية بتاعت الشاورما تبتدي تنشف زي ما انتم شايفين كده، بقت 10/10 واستوت. وادي البانيه كمان استوى. انا محبش البانيه الجاهز ده بصراحة. وحبة بقى السلامي ده هافرد كده العيش السوري، معلش مش عارفة اعمل عشان بس بنفس الايد اللي بصور بيها. حطيت السلامي كده وعليهم شوية فلفل اخضر، يا دوبك بس هاخدها صدمة كده في الطاسة مطرح ما عملت الكايزر. وادي احلى سفرة، ما خدناش وقت خالص. عملنا شاورما وعملنا كفتة واعملي الحلو كله اكنك بتاكلي من بره. طبعا احنا عارفين الدنيا بقت غالية جدا جدا بره، بس اكني جبت لهم اكل من محلات. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا تعالوا بقى ايه كده، هم هياكلوا اكله عسل عسل عسل، الف هنا على قلبهم. وخلوا في الفيديو التاني، الفيديو الخطير، نعمل مع بعض المنظفات. مستنياكم فيه، بس اعملوا لي لايك وكومنت وما تنسونيش بالاشتراك. حبايب قلبي بحبكم في الله. سلام عليكم.